طبعا بعد ما خدت 100 كوين قلت اجرب بقى ايه على واحده كده على فينيسيوس جونيور، وقعدت اجرب الجليتش الاقرع بتاعي على امل يعني ان انا اجيب فينيسيوس جونيور. وطبعا خدنا واحد من تحت من القعر، اللعيبه اللي تحت، ما انت فهمت ايه. طبعا هنا كونامي حبت تغيظني شويه عشان عرضت باكات فيها بيكهام ايام ما كان بيلعب بالريال مدريد وهو عنده 29 سنه، وعارفه ان انا مش هجيبه. انت شحات شحات. بس انا حبيت اغيظها واقول لها لا، ان انا جبت نسخه فعلا لديفيد بيكهام، بس المشكله ان هو عنده 36 سنه، يعني يا دوب نلعب بيه ونخش ندفنه بعد الماتش على طول. وطبعا دخلنا ديفيجن وتعيط ربنا 30 مره ان يطلع لنا خصم حنين. وانا عملت ايه في حياتي عشان يطلع لي ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا لسه بنبدا الماتش. طب خلي بالكوا عشان انا صايم ومش عايز افطر عليكم. هنا الخصم بظاهر لصديقه، بس ديفيد بيكهام قطعها بطريقه ذكيه جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا حاولت اجرب المهارات عنده، لقيته بيبص حلو قوي وسريع ولسه مش هيعطلنا. طب خليكم فاكرين ان انا قلت لكم ان انا صايم ومش عايز افطر عليكم. طبعا الخصم جاب فينا اول جون. هنا ديفيد بيكهام قطعه وكان هياخد انفراد، ولكن هاتوا الاسعاف بسرعه. ولكننا احنا هنا الحمد لله كسبنا 3-2 بمعجزه عامه. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تكون عملت لايك وسبسكرايب. وتعالى ايه ده، تعال نشوف مين خد رجل المباراه. شنايدر واخد رجل المباراه من بيكهام. طيبين.